اهلا بيكم في قناة وصفة سهلة. في الفيديو ده هنعمل طاجن مكرونة، حاجة كده تحفة، حاجة كده فعلا حلوة قوي. انا اول حاجة معايا جبنة تشيدر اهي، هاخد كده منها معلقة كبيرة اهي جبنة تشيدر معايا. شكل المكرونة اللي احنا عاوزينها او نوعية المكرونة اللي احنا عايزينها، وهنزل بيها في الصينية بتاعتي اللي هي مكرونة من الكيس زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليها معانا بحوالي نص كوباية من كريمة الطبخ. هخلي اللبن بقى يغمر المكرونة بتاعتنا اهي، لبن مغلي سخن اهو. اهم حاجة ان اللبن يغطي المكرونة كلها اهو، لبن سخن زي ما انتوا شايفين. نقلبها بس كده عشان نتأكد ان المكرونة كلها اللبن مغطيها اهو بالشكل ده كده اهي. كده غطينا المكرونه كلها باللبن معانا. هنزل بقى معايا بالملح اهو، رشه كده عليها ملح طبعا حسب الرغبه. هنزل معايا بالفلفل الاسود، وهنزل معايا بقى اخر حاجه بالجبنه الموتزاريلا، هنرشها كده على المكرونه اهي. طاجن المكرونه ده كان طالع ترند، انا قلت نعمله نجربه مع بعض. فكرته لطيفة، وغير كده كمان سهل وسريع جدا. احنا بنحط اي نوع جبن احنا بنحبه، ممكن زي ما احنا نحب، بس انا بكتفي بالتوابل دي، الملح والفلفل الاسود انا حطيته اهو. هبتدي بقى ان انا ادخل الطاجن بتاعي في الفرن. لو بعد كده لما يستوي هوريكم شكله هيكون عامل ازاي. طاجن المكرونة بتاعنا اهو بعد ما طلع من الفرن، شايفين المكرونة بتاعتنا حلوة ازاي، واخدة وش جميل، والمكرونة كمان مستوية. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.